مساء الفل، ازيكم عاملين؟ هنتكلم عن ماتش الأهلي والبنك الأهلي في قمة الجولة في الدوري المصري. الماتش اللي قرب الأهلي كتير للدوري. كان ماتش صعب قدام خصم كبير، عرف يكسب بيراميدز وعرف يتعادل مع الزمالك. نبتدي بأول حاجة في التشكيل. الشناوي في حراسة المرمى، العش وياسر. هاني ناحية اليمين وكوكا ناحية الشمال. في نص الملعب عماد النحاس عمل تغيير النهاردة، نزل أكرم توفيق بدل عمرو السولية، عشان طبعا فرقة البنك فرقة كبيرة وفرقة قوية. فرقة البنك على المستوى الهجومي بتاعها قوي جدا، عن طريق يو النور وأسامة فيصل. فابتدى بأكرم توفيق بدل عمرو السولية، ومن جنبه مروان عطية. قدام أفشة وجراديشار وطاهر وبن شرقي. جراديشار لعب مهاجم عشان كان وسام بيشتكي كده من إصابة، مرجعش غير تمرينة واحدة، فابتدى بجراديشار. تشكيل كويس، وتغيير يعني تغيير أكرم بدل عمرو السولية حاجة كويسة جدا. الشوط الأول ابتدى بضغط من الأهلي وتضييع فرص. إمام عاشور ضيع فرصة في أول 10 دقايق، بعد كده جاب الجون التسويبة الصاروخية بأسيست من أشرف بن شرقي. بعد كده قعدنا نضيع كور. أنا كنت زعلان الصراحة من الكورة دي ضاعت، لأن البنك الأهلي عنده أسلحة هجومية قوية جدا، وكمان عندهم سرعة وكويسين أوي في المرتدات. فمكانش ينفع نضيع الفرص دي. احنا مش بنلعب فرقة هبلة ولا فرقة من تحت، دي فرقة بتنافس على مقعد في البطولات الأفريقية، وفرقة قوية جدا. فكنت خايف منه حصل، ومع الأسف لبسنا الجون التاني في آخر الشوط الأول عن طريق ياو النور. وطبعا الشناوي يسأل عن الهدف. أنا معرفش ليه مستوى الشباب ما بيلعبش، المفروض شكرا كده يا شناوي. قرف جدا ومستوى من سيء لأسوأ، المفروض مستوى الشباب يشيل وياخد الفرصة. ابتدينا الشوط التاني وسام أبو علي نزل بدل جراديشار. أنا متضايق برضه من عماد النحاس، إن هو مبقاش بيشارك بجراديشار بدقايق كتيرة، وابتدى يلعب عليه وسام عشان يدي وسام الفرصة ويدي وسام الفورمة عشان لسه راجع من الإصابة. بس أنت من الناحية التانية موتت جراديشار اللي كان عامل فورمة عالمية وفورمة جامدة جدا. كان لازم على الأقل تديله كل ماتش 30 دقيقة 20 دقيقة. مينفعش تنزله في آخر 10 دقايق وفي آخر 5 دقايق، وممكن ما تنزلوش. مهاجم، يعني لعيب خامة حلوة أوي، ومهاجم قناص وبيعرف يعمل أسيستات وبيحجز على الكورة. الحكم الشوط الأول كان سيء جدا، قعد جراديشار يتضرب كتير وما كانش بيجيله فاولات. وإمام عاشور كان ليه كورة، حتى الشوط التاني وسام أبو علي كان ليه كورة. الشوط التاني قعدنا نضغط نضغط نضغط. الدقيقة 65 أو الدقيقة 70 كان لازم ده وقته علي معلول. أنا كتبت حتى على الفيسبوك عندي لازم علي معلول ينزل. علي معلول، أنت عايز حل هجومي معاك. أنت بعد ما نزلت قفشة ونزلت الشحات وسام، كان لازم حل هجومي. ونزلت طبعا عمرو السولية عشان أنت عايز تخلص وعاوز كثافة هجومية عندك وعندك حلول هجومية. كان لازم بقى تنزل واحد زي علي معلول يعمل أوفرات، هو صانع ألعاب قوي جدا. كوكا سيء جدا في ناحية الباك الشمال، تغطية دفاعية وحشة. تغطية هجومية ما بيعرفش يرفع أوفر كويس، ما بيجيبش أصلا في منطقة 18. فكان لازم علي معلول على الأقل ممكن يلعب كمان شوط كامل، بما إن الدنيا مأزمة خلاص، لقيت الدنيا مأزمة خلاص الدقيقة 65 70. نزل علي معلول، دي نقطة وحشة أوي معجبتنيش في عماد النحاس. طلع أشرف بن شرقي بدري شوية. أنا بقول كان ممكن يطلع طاهر. أنت بتلعب طاهر عشان حتة الحالة الدفاعية عنده، عشان بيعرف يدافع، بس أنا عايز أخلص، عايز حلول هجومية. ممكن تخلي أشرف بن شرقي وتنزل 20 شحات الناحية التانية، وتخلي طاهر، متأخرش تغيير الطاهر وتطلع الشحات بدري، وتطلع قصدي بن شرقي بدري. وأخيرا ياسر إبراهيم قلب الأسد. دوري ياسر إبراهيم بلا منازع. الماتش اللي فات شال الكورة مع خط المرمى، ماتش سيراميكا كليوباترا، والماتش ده عمل اسيست الهدف الحازم بعد ما تقدم في آخر دقيقة. عملها بالهيد لوسام، وسام الصراحة الفينش بتاعه عالي قوي، ما طلعهاش بره، ما شاطهاش في جسم الحارس، عرف يشوطها من بين رجله. ف يعني دوري ياسر إبراهيم بعد ما خرجنا من أفريقيا، أو كان السبب، أو الكرة غصب عنه لمسك في رجليه بتاعت سان داونز وخرجنا من أفريقيا، عوضها في الدوري. يا رب تكمل على خير بماتش فاركو الماتش الجاي، وإن شاء الله كده إحنا قربنا من الدوري بنسبة كبيرة. مبروك يا أهلاوية الانتصار، مبروك الدوري. ادعموني بلايك وسبسكرايب. سلام.